الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني شنو شوفوا حرفيا اخر حلاوتين وبعدها نفتح شنو العلبة الجديدة على المغامرات والبحر والهواء. يتقطع شعر يطلع شعر جديد، يتقطع شعر يطلع شعر جديد. وانا مدام يعني انا بهالمغامرات هذه لازم انقذ شعري، ولا لو انا ما قاعد اكل من هذا راح تلقوني قرعه حرفيا. بيور جاميز والله لسه صامل والله العظيم على المغامرات اللي اسويها والهايكينج و24 ساعه غوص و24 ساعه بحر، وعرفته اللي ما قاعد اعتني فيه وقاعد يتقطع شنو اقول لكم. والله العظيم كثر الله خير شعري انه هو صامل كذي. وانا اقولها صدق، لولا من بعد فضل رب العالمين والبيلز والحلاوات هذول اللي انا قاعده اكلهم خصوصا البيور جاميز، كان انا الحين حرفيا شبه قرعه. لان انا قاعده اشق شعري، انا مغامرات ما اوقف. عرفتوا اللي I don't care. عرفت اللي خلاص لما انا اسوي مغامراتي اوكي اكيد كل واحد يهتم بنفسه وشكله وكل شيء، بس ساعات الواحد يبي بس بتطقق بعدين اعدل خلاص. زين يتقطع من صوب بيور جاميز ينكر من صوب. شيوخ الحلاو بس حق شعر الراس. شوفوا هو الحلو فيه بهالحلاو انه هو السبب الاساسي، يعني الهدف الاساسي حق الشعر. يطلع الشعر بالراس بطريقه مو طبيعيه، يعني تبارك الرحمن. تشوفون الفرق بنتيجه بوقت وايد قصير. يعني اذا خذيتوا شهر راح تلاحظون على الشعر وعلى الاظافر بلس على البشره، بس اكثر شيء على الشعر يفرق 180 درجه. صراحه انا فرق معي، انا ماني قادره استغنى عنه عشان المغامرات اللي ما تخلص. فصراحه هو ناقضني. جربوا بعضوا لي النتيجه. You don't understand. Say things you don't understand. وايد تمدحين كبسولات البيوتين واخذناه على مدحك وما شاء الله تبارك الله شفت نتيجة على مدحك طال والله الحمد. بس اشوفش حاليا تمدحين غيره، ليش؟ شنو السبب؟ عمري ما مدحت لكم بشيء للشعر غير البيوتين والبيور جاميز. البيوتين هو اقوى شيء ينبت الشعر ويعدل شنو تركيبة الشعر نفسها، يطول الشعر. ثاني شيء اللي هو بيور جاميز اقوى شيء حق تساقط الشعر والكثافة. عمري ما مدحت لكم شيء بعده، مستحيل. صار لي الحين سنة وسنتين ولا سنة ما امدح لكم غير بيوتين بيور جاميز. بابا بيوتين بيور جاميز، وادعي لي عقبها نفس ما دعيتي لي على البيوتين، ادعي لي عقبها بيوتين بيور جاميز، بيوتين بيور جاميز، بيوتين بيور جاميز، بيوتين وبيور جاميز فقط لا غير. حلاوة بيوتين شيوخة اذا خذيتها ووقفتها بعدين ما يطيح الشعر. لا، احلى شيء بمنتجاتي اللي انا اعطيكم اياها ان انتوا تاخذونها من بعد الله تشوفون النتيجة اللي وايد حلوة وتسركم. نمبر 2 ان اذا هديتوها ما يطيح، ما يكون في الاثار اللي احنا ما نبيها، الديز ادفانتجز اللي يكون اللي مثلا يطيح الشعر عقبها اذا مثلا ما قاعد تاخذينه. لا، نفس ما هو على اعتنائك فيه، على شلون انت معتنيه فيه، شلون تتعاملين مع شعرك بطريقه حلوه.
كذي. يعني انا للاسف قطعت شعري بسبب شنو؟ المغامرات اللي انا قاعد اسويها. فلولا انا من بعد الله ما قاعد اخذ البيور جاميز والبيوتين كان شعري الحين مو كذي. انا هذا كله شعري الطبيعي، كله ها شعري الطبيعي 100%. سورة في القرآن في نفسنا سلام وأمان، إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خط عليها، أنت يا ناسينا يا ورسالة لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها. مذكورة في القرآن في نفسنا سلام وأمان، إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليه. أنا أقول لكم حلاوة خل التفاح هو فعال جدا، لكن بالعقل، كل شيء بالعقل. يعني أول شيء طريقة استعماله، تاخذونه حلاوتين قبل الفطور يعني على الريج، وحلاوتين بعد الغداء. مع شنو؟ مع على الأقل مشي خفيف، رياضة، تمارين. كل ما انتوا تزيدون يعني باجتهادكم كل ما المفعول راح يصير اقوى واقوى. بس مو اخربط واكل بطاطات وكاكاوات واخذ الحلو، يعني حدث العقل بما يعقل. حلو، مفعوله وايد ممتاز وما له داعي تاخذون معاه لا ماي ولا شيء ولا ينشف، واصلا ممتاز. لان اصلا لو تقرون عن خل التفاح شنو فوائده بروحه غير عن الحلو هذا، راح تلاقون فوائده كم وحده والسليمينج كم باليوم. اوكي، فالطوم قاعده تتكلم عن حلاوه خل التفاح وعن السليمينج. انا اقول لكم حلاوه خل التفاح توني قالت لكم عنه، تاخذون حلاوتين قبل الفطور يعني على الريج، وحلاوتين بعد الغداء. بيرفكت. اوكي، والسليمينج اللي هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن حبوب. الحبوب هذه عبارة عن شنو؟ عبارة عن كبسولات ميكس أعشاب. حلو، الميكس هذا اوكي تاخذون حبة واحدة أو حبتين بعد الفطور وحبتين بعد الغداء، مع نفس الموضوع شوية تمرين، شوية مشي، تنظمون أكلكم. فهمتوا؟ واللي هذا يساعد وايد. بس انتوا ساعدوا، انتوا يعني عقوتهم اسعوا مع يعني على تغيير نجاح.